السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنقول كده اول الفيديو ونصلي على النبي ونقول اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنعمل كوبيبة. دي لحمة مفرومة طلعتها من التلاجة، بتفك اهي. اي كمية عندك بقى. ودي بصلاية مخروطة، مش مخروطة بقى، مبشورة بالمبشرة، عشان الكبة بتاعتي مش عارفة الهاند بلندر مش راضي يطلع من البتاعة بتاعت الكبة. خليته بقى عند البلندر، خليهم مع بعض. حطيت بقى البصلاية المبشورة على اللحمة. هنعمل كوبيبة. حطيت البصلاية المبشورة على اللحمة، هحط لها بقى ايه نص معلقة ملح، يعني مش كتير الملح عشان المشويات طبعا ما بتحطلهاش ملح كتير عشان ما تبقاش ايه مالحة اوي. وهنا هنحط ايه ربع معلقة فلفل كده اسود. ونحط بقى ايه، هنحط نص معلقة بيكنج باودر. كل ده بقى ايه هعجنهم كلهم مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هعجنهم بقى كويس قوي كده كأنك هتعملي كفتة، هي نفس الحكاية بس تغيير بقى، مش كل يوم كفتة بقى، مش كل مرة كفتة لا، مرة كده ومرة كده. شوية بطاطس كده جنبيهم محمرين وخلاص. هجيب صينية بقى. هنا بقى معايا الحلة دي، هحط فيها حتة زبدة كده او سمنة اللي عندك، او زيت لو عايزة تحطي زيت حطي، بس انا بحب طعم الزبدة اكتر يعني. طبعا اعملهم كلهم بالطريقة دي كده مدورين كده واحطهم في الحلة ووطي النار. هعملهم كلهم وارجع. هنا بقى فورتهم كلهم طبعا اهم، كور كلها اهي، حتى لو حطيتها فوق بعض ما بيجراش حاجه. اهي مغطيه عليها كده ومغطيه النار، هتستوي من جوه ومن بره. هتستوي بقى ايه اول ما تقلبهاش بقى وهي نيه كده، يعني اول ما تلاقيها جمدت شويه كده قلبيها، يعني اديها تقليبه كده بحيث اللي تحت ينزل، يعني اللي فوق دوت ينزل تحت كده يا حبايبي. خلاص الكوبيبه استوت اهي. عملت كمان جنبها رز ابيض اهو، جميله جميله. ودلوقتي بقى ايه اقول لكم ايه، ده المنظر بقى اللي هو ايه النهائي بقى. شايفين الكوبيبه جميله ازاي؟ طبعا ايه انت بتوطي عليها خالص. طبعا البصل طبعا بيستوي وبينزل ميته وبتتسوى في ميه البصل. جميله يعني ايه تغيير، مش كل مره كفته. وبعدين بتتعمل يعني 5 دقايق، ما خدتش حاجه خالص، ما خدتش وقت خالص. قرن الفلفل ده بقى علشان انا ما حطيتلهاش فلفل، اللي عايز ياكل فلفل معاه ياكل. ممكن بقى شويه سلطه خضراء جنبها وشويه بطاطس وتقضي اليوم. اي حته لحمه عندك في التلاجة هاتيها واعمليها وحطي عليها بصلايه واعمليها ايه في السريع كده، عشان ايه ممكن الناس ما بتبقى مكسله تنزل يعني وكده، وبيبقى عندها الحاجه زي كده في البيت بتطلعها وتعملها. دلوقتي بقى اقول لكم ايه، اشوفوا اشتركوا على خير، واللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك في القناه ويعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا اتفضلوا يا حبايبي. السلام عليكم.